السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم عن حلقة ما قبل مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز. نتكلم عن كل حاجة، التشكيلة، مين اللي عنده دوافع أكتر يكسب، مين اللي هو عنده حماس أكتر يكسب، هو دوت اللي هياخد المباراة. نتكلم عن كل حاجة في المباراة، عن أهم اللعيبة هنا وأهم اللعيبة هنا. نتكلم عن كل حاجة، هاتلك حاجة كلها واشربها ويلا بينا. عندنا حل الرز اللوز. أنا محمد ماهر وأنت في كرة بالعقل، يلا بينا نبدأ حلقتنا. نتكلم اول حاجه عن نادي بيراميدز. نادي بيراميدز داخل يعني عنده دوافع كبيره جدا يكسب الاهلي. زي ما انا وانتوا عارفين ان نادي بيراميدز بينزل قدامك. بص، هو ماتش الموسم بتاعه. يعني ايه ماتش الموسم بتاعه؟ يعني انا نازل، انا عايز اعمل، بص، عايز بقى ايه، اضيع نقط من الاهلي. فاهمني؟ يعني بص، بص هتعادل معاك، هكسبك، هرازي فيك طول الماتش. فاهمني؟ فنادي بيراميدز بيقدر يخلق دوافع لنفسه ان هو يقدر يكسب النادي الاهلي. بيعمل يعني، فاهمني؟ يعني بيعمل حاله كده، هو ان هو انا هكسب النادي الاهلي لدرجه. وعلى لسان كابتن ابراهيم عادل قال لك يوم ماتش الاهلي رئيس النادي بيديهم مكافآت ويصرف لهم مكافآت لو كسبوا النادي الاهلي، بتبقى مكافآت اعلى من اي ماتش تاني. فهم بينزلوا قدامك وهم متحمسين عايزين يكسبوا. يوري شيتش مش هيسيب الماتش. فاهمني؟ يعني هو حرفيا هو خسر من الزمالك الماتش اللي فات، كان اداؤه وحش بس خسر 1-0. فهو انت الماتش بتاعه دلوقتي ده ماتش، يا ارجع تاني في سباق الدوري لان لسه الدوري، ممكن ارجع تاني على الدوري، ولا امسك مكان في افريقيا، امسك مكان في دوري ابطال افريقيا. فهو مش هيحلك. فاهمني؟ يعني هو الماتش دوت حياه وموت ليه. فلاعيبه الاهلي لازم تبقى نازله مركزه، ما فيهاش. نادي بيراميدز اخطر اللعيبه عنده مين؟ اخطر اللعيبه عنده هداف الفريق عندهم، هعرض لكم ان هو برضه سكرينات. هداف الفريق عندهم هو ناصر ماهر ب7 اهداف. طبعا خطير جدا، لازم ناخد بالنا منه، لازم مروان عطية ياخد باله منه جدا جدا جدا. وتاني هدافينهم مروان حمدي، والتالت مصطفى زيكو. فلازم ناخد بالنا منهم. اللعيبه ديت اساسيه، على طول بينزلوا، على طول بيسجلوا، لازم ناخد بالنا منهم. مين اكتر ناس صنع عندهم؟ اول واحد محمد الشيبي ب6 اهداف، ومروان حمدي ب3 اهداف، وزلاكا بهدفين. فلازم برضو ناخد بالنا منهم. لعيبه مهمه، لعيبه خطيره جدا، شفناهم في ماتش الزمالك. انت بتقول لي يا عم ده ما عملوش حاجه في ماتش الزمالك، عشان هم زي ما بقول لك هو ماتش الموسم بتاعهم الاهلي. انا نازل قدام الاهلي، انا هموت نفسي، انا لازم هكسب. فانت هتشوف نسخ تانية من اللعيبه دي في ماتش الاهلي هينفجروا فينا. فدول اهم لعيبه، اخطر واهم لعيبه عندهم تقييم فوت موب. هو محمد الشيبي، بعديه مهند لاشين لعيب جميل جدا، جامد جدا. وناصر ماهر. الثلاثه دول لازم ناخد بالنا منهم جدا جدا جدا. الخطه اللي ممكن سيراميكا الخطه اللي ممكن بيراميدز تنزل بيها، هي خطه نفس خطه ماتش الزمالك اللي فات. هينزل باحمد الشناوي في حراسه المرمى، الشيبي، واسامه جلال، واحمد سامي. بيقولوا ان هو معاه 3 انذارات زياده، يعني هو معاه 3 انذارات زياده. مش هيلعب الماتش، فينزل مكانه مرعي. وجنب ده هينزل محمد حمدي، على الشمال محمد حمدي. اتنين في خط النص مهند لاشين. احمد عاطف قطه اتصاب، ربنا يشفيه، خد واحده في مناخيره، فمناخيره اتكسرت بيقولوا الماتش اللي فات، فان شاء الله يعني يقوم بالسلامه. اتصاب. مين بقى اللي هيلعب مكانه واللي رجع كان معاه انذارات كتير ورجع؟ حامد حمدان اللاعب ده خطير جدا، كان خناقه اهلي وبيراميدز وزمالك كمان. فاللاعب ده يبقى نازل قدامك يبقى عنده حماس، بص، غير طبيعي. فانت لازم تموت نفسك، لازم تاخد بالك منه جدا. اللاعب ده هيلعب ب3 قدام، هو زلاكا وناصر ماهر وزيكو. قدامهم فيستون مايل. هيلعب ب4-2-3-1 زي ما كان بيلعب في ماتش الزمالك. هتقولي طب وليد الكارتي؟ اقول لك وليد الكارتي ممكن لو مهند لاشين او حامد حمدان او ناصر ماهر، حد من ال3 تعب، او هو مثلا حب يفك الملعب، ممكن يشد حامد حمدان او مهند لاشين ويقلبها 4-1-2-3. فاهمني؟ فهو تبقى ورقه رابحه ليه على الدكه. هي دي الخطة اللي ممكن يلعب بيها. ده كده بخصوص نادي بيراميدز. نخش بقى على نادينا، النادي العظيم، نادي الأهلي. النادي الأهلي، بص يعني مش عارف أقول للعيبة، بس يعني يا جدعان هم 4 ماتشات. فاهمني؟ يعني معلش، ماتش، بلاش يا عم أقول لك 4 ماتشات. الماتش ده مهم جدا 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 لغاية لما نروح الماتش. فاهمني؟ يعني أنا أهو حاجز التذاكر، إن شاء الله تلاقوني في الاستاد إن شاء الله.
ف يعني بص، مش قادر اقول لك هو ماتش مهم قد ايه، فاهمني؟ يعني انت لازم تكسب الماتش ده. يعتبر هو ماتش الدوري. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. ماتش الدوري يا معلم، انت لو كسبت انت واحد هتهمد بيراميدز وتطلع انت مكانه تاني. انت واحد كده اهو هتحاول تحافظ على افريقيا، دوري ابطال افريقيا، عشان تروح، يعني عشان تكسب الاربع ماتشات فانت تروح دوري ابطال افريقيا. تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانية، انت هتحط ضغط على نادي الزمالك، فاهمني؟ لك ان تتخيل ان مثلا ممكن في ماتش انبي نادي الزمالك يخسر او يتعادل، انت لازم تكسب. لان لو كسبت، انت لو الزمالك اتعادل هتبقى قده، لا مش هتبقى قده، هيبقى فارق عنك بثلاث نقاط، وماتشك انت وهو لو انت كسبت بفرق المواجهات المباشرة انت تركب اول دوري. طب لو خسروا هيبقى فرق بينك وبينهم نقطتين، لو انت كسبت هتبقى متصدر الدوري فرق نقطة. فانت دلوقتي كده الماتش ده مهم قوي. طب يا عم انا كسبت والزمالك كسب امتى؟ قشطه، انت تاني وهو اول، تمام، ولسه عنده مطوشه، لسه عنده ماتشك. يعني انت يعني افترض يا عم مثلا كسبت الزمالك، تمام، هيبقى كده في نقطتين بينك وبين نقطتين، مش ممكن يتعثر في اي ماتش في الدوري؟ ممكن، فاهمني؟ فانت الماتش ده انت هتنطر بيراميدز، وعلى الاقل حتى فاهم المطوشه الجايه الاربع مطوشه تسترجل تكسبهم، تمام، هتضمن دوري ابطال افريقيا. لان يا جدعان عيب، عيب لما النادي الاهلي بالقيمه التسويقيه دي وباللعيبه دي يلعب كونفدراليه، تبقى الا بينا قوي، فاهمني؟ هنشجع النادي ورا النادي في اي حاجه، فاهمني؟ يعني دي حاجه خليها على جنب. احنا مش بنقول مثلا مش هندعم النادي وكده، النادي فوق دماغنا وبندعمه، فاهم؟ ووراه في اي حاجه، تمام. بس انت لو رحت كونفدراليه مش قيمتك، مش قيمتك. انت النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا كنت بتكسبه عشان تروح كاس عالم انديه، فانك تقع تروح كونفدراليه كده اهو ان شاء الله ما تحصلش. فانت اكسب الاربع ماتشات، الماتش ده هيريح لك بيراميدز خالص، وتبقى تاني على الاقل حتى تضمن دوري ابطال افريقيا. تخش بقى يا باشا بقى على الزمالك بقى الماتشات الجايه الاربع ماتشات الجايه، انت بقى وحظك بقى، فاهم؟ بختك يا ابو بخيت زي ما بيقولوا. فاهم؟ كسبت خير وبركه، خسرت خلاص، فاهمني؟ بس لازم تكسب الاربع ماتشات الجايين علشان دوري ابطال افريقيا تضمنه، فاهمني؟ وانت لو كسبت ماتش بيراميدز، خلينا في ماتش بيراميدز، احنا في ليله مباراه ماتش بيراميدز، انت لو كسبت نادي بيراميدز زي ما بقول لك هتنطر بره الحسبه وهتمسك مركز تاني، فاهمني؟ وهتحط ضغط على نادي الزمالك، ويبقى ماتشك انت والزمالك ده ماتش مهم لو اتعادلوا مع انبي او خسروا. ما فيهاش استهتار، فاهمني؟ مش عايز اشوف لاعب ما بيجريش، مش عايز اشوف لاعب ما بيضغطش، فاهمني؟ ما بت... يا جدعان انتوا الموسم ده كله انتوا وقعتوا قيمه الاهلي في الارض، فاهمني؟ يعني انتوا فاهم خروج من افريقيا وفاهم ودلوقتي تالت دوري وفاهم وما يعلم بنا الا ربنا، يعني موسم وحش قوي، وحش قوي وزعلتونا قوي. هاتوا الدوري ده يا جدعان صرحونا بيه، اكسبوا، اكسب، حط ضغط، سكت الناس اللي عماله تتكلم دي. انت تلاقي ان هو صحفي بيتكلم وتلاقي ان هو اعلامي بيتكلم، مفيش الا اخبار الاهلي عندهم دلوقتي، فاهمني؟ يعني انت دلوقتي تصحى الصبح الاهلي اللاعب ده بيفاوضه، الاهلي اللاعب ده مش عارف ايه، لا. طب وبعدين؟ فاهمني؟ بعدين كل شويه لاعب من النادي الاهلي، فاهم؟ كلام عليه كلام عليه. يا جدعان انتوا لو كسبتوا الحوارات خلصت، كل ده هيقطم، كله هيقطم، خلاص مش هيلاقي حاجه يتكلم عليها، النادي ده بيكسب، هتكلم عليه ليه؟ فيا ريت، يا ريت اللعيبه تنزل تبقى رجاله في الملعب. عايزين نشوف اربع مطوشه تصالحونا بيهم تكسبوا، فاهم؟ رحنا يعني مش تصالحونا بيهم اللي هو انت تاخد الدوري تصالحني بيه، فاهمني؟ او على الاقل حتى تمسك دوري ابطال افريقيا. ماتش بيراميدز ماتش مهم، يا رب اللعيبه تكون مركزه، يا رب يستر يكون علمهم حاجه عدله، مع اني مش عارف كان بيعلمهم ازاي، كان فاهم، كان طول الفتره اللي فاتت دي مديهم اجازه. فيا رب رجعوا التدريبات، يا رب يا رب يكون معلمهم حاجه تنزل تكسبنا. بيقول لك المساعد بتاعه كان حاضر ماتش بيراميدز والزمالك، فيا رب يا رب يا عم تفاجئ بحاجه كويسه انت شايلها لنا، يا رب. بس وان شاء الله يعني اقول لكم على خطه النادي الاهلي، خطه النادي الاهلي اللي المفروض ينزل يلعب بيها ويا رب يلعب بيها: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، ياسر ابراهيم، مرعي، وبيقول لك يوسف بالعمري هيبقى جاهز على ماتش الزمالك، فهيحط مين في المكان ده؟ كوكا. اتنين مش اتنين بقى، مروان عطية اتنين قدامه، امام عاشور ومن رمضان، قدام تريزيجيه، محمد شريف. احلى خطه تنزل بيها قدام بيراميدز ان شاء الله، تضغطهم
تنزل انت اللي ضاغط من اول الماتش، انت اللي عايز تكسب، انت اللي عايز تجيب جون. ما تفاجئش ان احنا اللي نازلين بتدافع وانت اللي خايف وتلعب على المرتده. هتتلب. فان شاء الله نلاقي ماتش حلو من الاهلي. ان شاء الله نبقى موجود هبقى موجود في الاستاد في الماتش دوت بتاع بكره ان شاء الله يعني. وان شاء الله نكسب، ان شاء الله نكسب. يلا كده تبقى انتهت الحلقه. لو عجبتك متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبتك رن الجرس عشان تشوفنا على طول. كان معكم محمد ماهر في برنامج كرة بالعقل. سلام.